جيب لي يا رجل، جيب لي بني الموسوي. حياك الله باستوديو التاسع. ليش سويت يابا دعوه؟ مو قلنا وانحلت المشكله؟ يعني انت تدرين سعر صرف الدولار صار راح يصير 160 يا عمي، يا بعد عمك. تفضلي. اهلا وسهلا بك. حياك اهلا الله. وسهلا عيوني. نعزي المراجع العظام، ونعزي الأمة العربية باستشهاد فاطمة الزهراء، ونعزي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وكل البلدان العربية والإسلامية. يا أنا صرت أسمع جوابك. إحنا قلنا نحل الموضوع، إحنا قلنا نحل الموضوع، ليش تقيمين دعوة؟ اوكي يا اخويا، اني ما قايمه دعوه. شفت اني لقائك، اوكي صحيح، وكان موقفك جدا حلو وعلى راسي، وما انسى لك هالوقفه العراقيه، ما انسى لك هالوقفه. احنا العراقيين يعني واحد يوقف للثاني، لكن هو الرجل انت اعطيته منا وعد، هو راح منا انا نزل عليه في دواني. كنت اقسم بالله العظيم واليوم وفاه جدتي رسول الله انه انا ما قايمه عليه دعوه، لكن من شفت مال الاستشهاد والعزا والفاتحه، من شفت هيجي الناس اقاربي ومعارفي تاذوا، وخاصه جدي صعد عنده يعني السكر. ليش يعني هو هذا شقه؟ انا لا يمه لا قربه، لا هو صديقي، هو مو صديقي، لو صديقي ما يخالف، مجرد عمل طلعنا به اعلان زفه عرس، يعني ابتديت على عمري طلعت وياه، هو مفتهم الطشه بموضوع غلط. يعني اريد اسالك يعني بالله يعني الفيديو اللي سواه سيد علي مال انه الله يعطيك الصحه والسلامه وطولة العمر، هذه سواه قبل ما ترفعين دعوه؟ الله يهمك. قبل ما ترفعين دعوه؟ اي والله اقسم بالله. ليش سيد؟ ليش سيد؟ ليش سيد؟ ليش يابا؟ ليش؟ تقيف المجتمع انتم يسموكم شو يسموهم؟ يسموكم انتم المؤثرين يعني بالسوشيال ميديا يا سيدنا. تفضل. انا ما لي علاقه بابويا، لكن هو الانسان بس خلينا نسمع سيد. ليش يا سيد؟ قلت لك الشهره بغلط.